بما ان رمضان دخل علينا بقى وكل سنه وانتم طيبين، بنبقى محتاجين حاجه كده تهون علينا بعد الفطار، كنافه، بسبوسه. فالنهارده بقى معانا محل كنافه وبسبوسه. ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة بقى معانا فيديو تحلي بيه بقك كده، اللي هو يعني تخلص فطار من هنا تاكل حاجة كده ايه حلوة انت تبقى محتاجها اصلا بعد الفطار كده، لان الواحد بيبقى صايم طول اليوم. هنبدأ بقى معانا من كنافة وبسبوسة ونشوف اللي معانا النهاردة، ويلا بينا ندخل على الفيديو على طول. قول يا دوحة. نبدأ بقى بأول حاجة كده معانا، وهو يعني أنا جايب النهاردة قطع، كل حاجة منها قطعة. تمام. هنبدأ إيه بقى بالمدلعة، والمدلعة دي سعرها 10 جنيه. تمام. واحنا معانا ايه النهارده كلهم قطع، وفي منهم طبعا كيلوهات، بس احنا ايه جايبين حاجة كده ايه ندوقها في الفيديو ونعمل عليها ريفيو سريعة كده. وجايبين برضو معانا بولات، البولة كل واحدة فيهم كده في منها لوتس ونوتيلا ومانجا ومانجا كراميل. بس ايه بقى نشوف، نبدأ بالقطع وبعد كده نخش على البولات. نبدأ بقى نشوف ايه المدلعة معانا. والمدلعة عبارة عن ايه زي ما قدامكم كده، هي بتبقى كنافة وكريمة وطبقة برضو من بسبوسة وطبقة كريمة تانية ومن فوق كده كراميل. تمام. هي المدلعة دي تقريبا اصلها من طنطا، فالصراحة يعني عملت ضجة جامدة قوي، وبيقولوا ان هي طعمها 100 100. فنشوف بقى الميكس اللي معمول ده كله مع بعضه كده طعمه عامل ايه، ونبدأ بقى نشوف الطعم. والقطعة زي ما قلت لكم ب10 جنيه، وعندهم طبعا بالكيلو ونص كيلو زي ما انت عايز بقى. نشوف بقى كده الطعم اهم حاجة. بسم الله. ميكس حلو قوي مع الكريمة والبسبوسة كده والعسل اللي فوق ده، فالصراحة يعني كلهم مع بعض كده عاملين طعم حلو، فتستاهل التجربة الصراحة. وكأول حاجة كده بشرة حلوة، فالصراحة المدلعة دي 100 100. الواحد يعني لو راح تاني اكيد هيجيبها. والقطع الحوار القطع ده يعني الصراحة حلو، انك تاخد قطع على طول، مش لسه بقى تجيب بالكيلو مثلا. ده فاتح فرع عباس العقاد. تمام. وفي طبعا فروع كتير ليه، بس حلو كده مثلا وانت بتتمشى في عباس العقاد مثلا تاخد لك قطعة كده وانت ماشي، تتمشى تاكلها وانت ماشي. فالصراحة يعني حوار القطع ده برضو حلو. فنشوف بقى اللي بعد كده معانا ويلا بينا. تاني حاجة بقى معانا وهي كنافة بالكريمة. كنافة بالكريمة دي القطعة بتاعتها عاملة لها 10 جنيه. تمام. وبتيجي زي ما انتم شايفين كده جواها كريمة وعليها فستق من فوق، ريحة السمنة كده يعني تفتح النفس. والصراحة هما بيستخدموا انضف سمنة اللي هي السمنة فرن دي، فالصراحة يعني احسن حاجة واحسن جودة. نبدأ بقى نشوف الطعم. بالجودة دي مقدمين طعم كويس. هنشوف، نبدأ بقى نشوف الطعم. بسم الله. جامدة 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 يعني جامدة قوي بصراحة يعني. ده والله أول مرة دوق يعني كنافة تبقى حلوة قوي كده، أقسم بالله جامدة جامدة يعني مش مجاملة والله العظيم. عجبتني قوي ولا تقيلة، والكريمة اللي جواها كده مع السمنة لا لا حلوة قوي بجد. فالصراحة يعني تستاهل والله تستاهل قوي. أنا ماليش تقل الكنافة قوي، فالصراحة حبيتها. انا كمان جبتها سخنتها في الميكرويف، على هما كاتبين يعني تسخن في الميكرويف لمدة دقيقة. انا جيت بقى سخنتها على 40 ثانية كده، مش عايزها برضو تبقى مولعة قوي، ف 40 ثانية كده كانت يعني 100 100 الصراحة. يعني طالعة كأنك جايبها من المحل بالظبط.
فلا الصراحة يعني طعمها مية مية لغاية دلوقتي. المدلعة حلوة وكنافة بالكريمة هايلة. هنشوف بقى اللي بعد كده معانا ماشيين بنفس النمط ولا في حاجة هتقع. نشوف بقى اللي معانا بعد كده ويلا بينا. بعد كده بقى معانا النابلسية دي زي ما انتم شايفين كده بيبقى لونها برتقاني عن الكنافة الكريمة. وسعر القطعة في النابلسية 15 جنيه. النابلسية دي طبعا معروفة من فترة كده، في محل في 6 اكتوبر كان بيعملها 100 100. شوف برضه هما بيقدموها بنفس الجودة، وطبعا بتبقى محشية جبنة كده اسمها عكاوي، مش الجبنة الموتزاريلا دي، لا جبنة كده معروفة عندهم هي بتبقى اسمها جبنة عكاوي. نشوف بقى ايه الطعم بتاع النابلسية كده ونبدأ. وبرضه دي سخناها كده على دقيقة. نشوف بقى الجبنة اهي بتشد كده زي ما انتم شايفين. شوف بقى ايه طعمه، اهم حاجة ما يغركش الشكل، بس لغاية دلوقتي الطعم مية مية. فاهم حاجة تسخنها زي ما انتم شايفين كده علشان ايه تطلع بقى اكنها صبحة جاية من عند المحل بالظبط، عشان مجرد ما بتروح البيت بتكون بردت طبعا. فنشوف بقى الطعم بسم الله. لا حلوة برضو، حلوة وطعم السمنة باين فيها، ويعني جبنة العكاوي دي مديها سنة ملح كده، فبرضو الصراحة يعني مية مية. بس اللي شدنا اكتر منها الكنافة بالكريمة. فالنابلسية برضو مش هقول انها وحشة، حلوة جدا كمان. فلغاية دلوقتي انا مش شايف حاجة وحشة منهم. نشوف بقى اللي بعد كده ورابع حاجة معانا. ندخل بقى على رابع حاجة معانا واخر قطعة في القطع، البسبوسة بقى. بما ان بقى جربنا كل الكنافة والمحل اسمه كنافة وبسبوسة، فندوق البسبوسة بقى ايه بتاعتهم كده في السريع. القطعة زي ما احنا قلنا ب7 جنيه ونص. نشوف بقى ايه البسبوسة هتبقى عاملة ازاي. نبدأ بقى نشوف الطعم هتبقى عاملة ازاي الكنافة كده ولا اقل منها. نبدأ نشوف الطعم بسم الله. الطعم حلو برضو يعني عجبني، والبسبوسة برضو لا الجودة بتاعتها مش وحشة. بس انا الصراحة شفت الطعم ده في محلات منافسة للمحل ده. البسبوسة مش هقولك انها وحشة، بس الطعم ده معليش قوي عن محلات تانية. بس الكنافة طبعا ما دقتش والله في اي حتة الكنافة زي الكنافة دي. الكنافة الصراحة يعني مية مية عجبتني قوي. نشوف بعد كده البولات بقى. ندخل بقى على اللي بعد كده معانا وهو بولة الكنافة بالمانجا. بولة الكنافة بالمانجا زي ما انتم شايفينها كده. البولة دي عاملة لها 50 جنيه تمام. والبولة دي يعني دي تقريبا 450 جرام. ففي اقل منها الحاجات الصغيرة دي ب 12 جنيه، بس دي ما بتكونش موجودة في رمضان تمام. لو انتوا عايزين القطعة اللي انا جبتها دي بتلاقيها في رمضان بس بعد الفطار، قبل الفطار ما بيبقاش فيه قطع. نبدأ بقى نشوف ايه طعم البولة معانا. وزي ما بقول لكم لو انتوا عايزين اي قطعة من القطع اللي انا كنت جايبها بعد الفطار هتلاقيها على طول. لو عايز بقى نص او كيلو او كده هتلاقي متوفر عادي قبل الفطار. نبدأ بقى نشوف ايه الطعم ونبدأ بسم الله. لا حلوة ومليانة مانجا زي ما انتم شايفين كده، مع الكريمة بقى والكنافة واكلين مع بعض. فعارفين بيفكروني بالقنبلة دي، قريبة منها الصراحة. بس كتوتال كده يعني شايف انها شغالة، بس حاسس انها غالية سيكا. مش غالية قوي يعني، بس حاسس انها غالية سنة. نشوف بقى البولة اللي بعد كده معانا ويلا بينا. اخر حاجة بقى معانا وهي بولة اللوتس. وبولة اللوتس زي ما انتم شايفين كده، نفتح كده اوريها لكم. بولة اللوتس اهي، ودي عامله لها 45 جنيه. نشوف بقى ايه بسكوت اللوتس كده مع الكنافه، واكل الجو ولا لا زي الكنافه بالمانجا.
نبدأ بقى نشوف كده ايه. واوعى بقى الكريمة مع اللوتس مع الكنافة. نبدأ بقى نشوف الطعم. بسم الله. لا حلوة برضو الصراحة، يعني الكنافة مع اللوتس مع الكريمة كده واكلين مع بعض. بس الصراحة المانجا كانت احلى. الكنافة المانجا عجبتني احسن من دي، بس يعني ده مزاج وده مزاج تاني. فالصراحة برضو ان دي شغالة. وكان في برضو بولتين تانيين، بولة نوتيلا وبولة كراميل، بس دول كانوا خلصانين لان الصراحة السحب هناك على المحل ده ما شاء الله يعني. فدول اللي لقيتهم موجودين، والتانيين برضو ب45 جنيه زي دي بس. وده كان الفيديو معانا النهارده. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش لايك بقى واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسلام.